نتائج الأسبوع ال15 من الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون 1، بيرنلي 0، لوتون تاون 3، أرسنال 4، شيفيلد يونايتد 0، ليفربول 2، فولهام 5، توتنهام فورست 0، كريستال بالاس 0، بورموث 2، برايتون 2، برونتفورد 1، مانشستر يونايتد 2، تشيلسي 1، أستون فيلا 1، مانشستر سيتي 0، ايفرتون 3، نيوكاسل يونايتد 0، توتنهام 1، ويست هام 2. وده جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع 15. الأرسنال الأول 36 نقطة، الثاني ليفربول 34 نقطة، الثالث أستون فيلا 32 نقطة، الرابع مانشستر سيتي 30 نقطة، الخامس توتنهام 27 نقطة، السادس مانشستر يونايتد 27 نقطة، 7 نيوكاسل 26 نقطة، الثامن برايتون 25 نقطة، التاسع وست هام 24 نقطة، العاشر تشيلسي 19 نقطة، 11 برانتفورد 19 نقطة، 12 فولهام 18 نقطة، 13 ولفرهامبتون 18 نقطة، 14 كريستال بالاس 16، 15 بورموث 16، 16 نوتنغهام فورست 13، 17 ايفرتون 10 نقاط، 18 لوتون تاون 9 نقاط، 19 بيرنلي 7 نقاط، 20 شيفيلد يونايتد 5 نقاط. دلوقتي هتكلم معاكم على الاسبوع 15 من الدوري الانجليزي، واللي حصل فيه نتائج يعني كانت مفاجأة، ومباريات كانت مثيرة. يعني ماتش الارسنال او لوتون تاون والارسنال، قدر الارسنال ان يفوز خارج ارضه ب4 أهداف مقابل 3، ويعني كان مباراة عصيبة جدا على لعيبة او نادي الارسنال، ولكن قدروا انهم يحققوا الفوز في هذه المباراة خارج ارضهم. كده الارسنال اول الدوري معاه 36 نقطة. تاني مباراة او المباريات اللي اتلعبت في هذا الاسبوع، مباراة في مباراة تانية قدر فريق ليفربول ان يفوز خارج ارضه على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء. كده عشان كده يصبح رصيد ليفربول معاه 34 نقطة، المركز الثاني. نتيجة كويسة اوي ليفربول خارج ارضه. وليفربول الفترة اللي فاتت دي فايقة وتكسب على ارضها وخارج ارضها. بصراحة يعني عجبني طريقة لعبهم قوي الفترة اللي فاتت دي، وان في كمان لعيبة جديدة بتظهر في الفريق مع اللعيبة القديمة، وكمان تألق محمد صلاح اللي بيستمر اسبوع ورا التاني. ليفربول تقدر انها تنافس على الدوري السنة دي ان شاء الله. المباراة الثالثة كانت مفاجأة، فريق استون فيلا يفوز على ارضه امام فريق مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء، عشان يصبح رصيده 32 نقطة، المركز الثالث. ودي مفاجأة ان فريق من منتصف الجدول زي فريق استون فيلا ان يفوز على فريق زي مانشستر سيتي اللي بياخد الدوري كل سنة ومن امتع الفرق في الدوري الانجليزي السنة دي. ولكن مش عارف ايه اللي بيحصل في مانشستر سيتي الاسابيع اللي فاتت دي، تراجع في الاداء وفي النتائج. يعني لسه فرصة قدام مانشستر سيتي انها ترجع للمنافسة على الدوري التاني. طبعا اداء رائع جدا من فريق استون فيلا، انه بيستغل حتة الارض والجمهور وبيقدر يكسب فريق كبير زي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي دلوقتي المركز الرابع معاه 30 نقطة. كده الفيديو بتاعي خلص. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. شكرا.